السلام عليكم. انا بصراحه مش عارفه ابدا منين. ما كنتش اتخيل ان اليوم اللي المفروض افرح بيه باخويا انا وامي واخواتي يبقى هو نفس اليوم اللي نتقهر فيه ويتكسر فيه قلبنا. تخيلوا ان اخويا اللي كنت شايفاه حنين وطيب وظهرنا بعد ابويا ما مات فجاه كده يتبدل يبقى حد تاني خالص، كاننا مش عيلته. اخويا جه في يوم من الايام وقال لامي بكل هدوء كده: يا ماما، انا قررت اخطب البنت اللي تحتينا. طبعا ماما اتصدمت جدا، قالت له: بنت مين يا ابني؟ قال لها: اللي في الدور اللي تحت. قالت له: اللي في الدور الارضي؟ قال لها: ايوه هي، يعني في حد تاني غيرها؟ امي سكتت كده وبصت له نظره كلها استغراب وقالت له: يا ابني دي صغيره، دي عندها 18 سنه، وبعدين اهلها بصراحه مش كويسين، واحنا عارفين وعايشين معاهم بقالنا سنين، وسمعتهم مش احسن حاجه يعني، واللبس بتاعها كده مش ولا بد. بس هو بقى كان واخد القرار، لا بيسمع ولا بيبرر ولا بيجاوب غير بكلمة واحدة بس: بصراحة أنا بحبها وهتجوزها ومش هتجوز غيرها. من اليوم ده بقى وأمي ما بقتش تنام أبدا. كانت كل شوية تقول: أنا خايفة ابني يضيع مني، البنت دي مش ليه، دي هتوجعه وهتخسره كل حاجة. بس هو ما بقاش يسمع غير صوتها هي، كأن البنت دي عاملة له سحر. كل حاجة في حياته بقت هي. يوم بقى ما جه يقول لماما أنا رايحة أطلبها رسمي، امي انفجرت وقالت له: انا مش هروح الخطوبه دي، اللي انت بتعمله ده غلط يا ابني، مش في مصلحتك. هو وقتها اتعصب جدا وقال لها: على فكره انت مش بتحبيني، انت مش عايزه تشوفيني مبسوط. وامي وهي بتعيط قالت له: انا بحبك يا ابني اكتر من نفسي، بس انا شايفه اللي انتم مش شايفينه. بس برضه اخويا ولا في دماغه. في الاخر امي بقى قالت لي: بقولك ايه، انا هروح معاه علشان ما اخسروش، وعشان كمان ما يفتكروش ان هو كده خلاص خدوه لوحده، لازم يعرفوا ان وراه اهل. وفعلا راحت معاه. بس وهي قاعدة بقى كانت متوترة جدا. أم العروسة بقى كانت قاعدة متعجرفة كده وكأنها بتتحدى أمي. وماما سمعت من كلام واحدة جارتنا إن هي بتقول لها: أنا هاخده حتى لو أمه مش موافقة، الولد ده ما يتسابش. طبعا ده بقى زود قهرة أمي جدا. الكلمة دي جرحتها قوي، بس كتمت وجعها وسكتت. ولما جت لحظة الكلام أمي ما قدرتش تمثل، بصت لهم كده وقالت لهم: انا اسفه، انا رافضه الجوازه دي واعتبروني مت. جوز ام العروسه بقى رد بكل بجاحه، اصل هو مش ابوها، ده جوز امها. قال لها: طالما انت بقى مش مباركه الجوازه دي، خلاص مالكيش دعوه بالبنت ولا تحتكي بيها خالص. والكارثه بقى والمصيبه ان اخويا كان قاعد ساكت ما دفعش عنها ولو بكلمه، وبعدها قاموا وقروا الفاتحه كأن مفيش اي حاجه حصلت ولا عملوا اعتبار لامي. من يومها بقى امي مش هي امي خالص، كل يوم بتعيط وتقول: ده انا اللي ربيته، ده انا اللي سهرت عليه، ازاي يوجعني كده. واخويا اتبدل 180 درجه، بيكلم امي بمنتهى الجفاف. ولما قالت له: يا ابني انا خايفه عليك، قال لها: بقول لك ايه، سيبيني في حالي، رايك اصلا مش مهم. بقى قاسي جدا، قاسي بطريقه تخوف. ما بيسالش، ما بيطبطبش، ما بيحسش بدموعها. حتى لما تعبت وما بقتش تاكل ولا حتى كان سائل فيها، ولا حتى قال لها: عامله ايه يا امي، كأنها مش موجودة خالص. ويوم الخطوبة بتاعته خلاص قربت، هو قالها كده صراحة: أنا مش عايز حد منكم يجي الخطوبة خالص، ولا أمي ولا أخواتي، كفاية إنكم حاولتوا تخربوا عليا. بس أمي قالت لي أنا وأختي: يا بنات روحوا، ما تسيبوش أخوكم لوحده، عشان ما يفتكروش إن هو خلاص استحوذوا عليه. أنا حرفيا مش قادرة أنزل وأمثل إني فرحانة، وأنا شايفة إن أمي بتنهار وهي بتدعي يا رب احفظه من نفسه. تخيلوا بقى لما اسمع الزغاريت طالعه من شقتهم والدموع نازله من عيني ومن عين امي في نفس الوقت وهي بتنهار، وانا مش عارفه اعمل لها ايه. انا مش بكره البنت، بس بكره اللي حصل، بكره ان اخويا نسى امه اللي كانت دايما بتدعي له، ونسى تعبها ونسى خوفها عليه. انا كل اللي نفسي فيه انه يفوق قبل ما يخسر امه للابد، لان في وجع ملوش علاج اسمه كسرة قلب الام. فانا مش عارفه اعمل ايه، اروح معاه الخطوبه ولا ملناش دعوه بيه وخلاص يكمل حياته بقى براحته لوحده زي ما هو عايز.